واش الدراري واش الدريات، مرحبا بكم في قصة جديدة وفي أحداث مشوقة. القصة ديال اليوم بالنسبة لي غتكون هي أفضل قصة في القناة، قصة حقيقية ومأخوذة من الواقع ديال واحد الشاب اللي عاش هاد الأحداث كاملة. قبل ما نبدأ غادي نخلي لكم اللين ديال القناة الثانية في الديسكريبشن، نتمنى تهبط ودير فيها واحد ابوني، بغيت نوصلها في اقرب وقت ل1000 مشترك باش نبدا فيها محتوى ملخص الافلام. وما تنساش كيف ديما الشروط ديال هذا الفيديو اللي هما لايك وشي كومونتير ولا جوج يكونوا زوينين، وإلا كنتي باقي ما درتيش ابوني ديرها، حيت الاحصائيات ديال القناه كتقول باللي اكثر من 70% اللي كيتفرجوا فيا ما دايرينش ابوني. الا كنتي باقي ما دايرهاش ديرها وفعل الجرس، راك ما غتخسر والو. وباش ما نطولش عليكم نبداو القصة ديالنا. قصتي غتبدا من وسط واحد العائلة اللي كتكون من 4 ديال الخواتات وام واب، عايشين في واحد الدار اللي صغيرة. با هو اللي خدام علينا ومقاتل مع الزمان باش يوكلنا، وخواتاتي باركين كيتسناو زهرهم يحن ويجي الراجل اللي يكونوا معاه العائلة. اما انا طلعت لي الحياة في راسي، الزلط والفقر مرضني، لا قرايه بحال الناس لا خدمه بحال الناس، كل شي فيا ناقص ودماغي فيه شله مطارق. خليني نعرفكم عليا، سميتي عثمان، ولد كازا، السن حاليا 30 سنه. باش تعيشوا معايا لحظه بلحظه خاصني نرجع بكم لايام المراهقه اللي دازت عندي كلها عذاب. في الصيف خاصني ولا بد نخرج نخدم ونضرب تماره الا بغيت نشري ما نلبس ونصرف على راسي في البرد. وايام القرايه الوالد كان غير بلومبي ومحارب مع الزمان باش يوكل 5 ديال النفوس، وما يمكنش انا راجل بكتافي نبقى نقول ليه اعطيني، وانايا كنشوف الحاله الماديه ديالو شحال مقوده. من صغري وانا حاقد على هاد البلاد وهاد العيشه، باغي ندير شي حل لحياتي، ولكن ما عرفتش شنو هو الحل المناسب. بغيت نصوفي والدي وخصوصا با اللي كيبان ليا كيضرب تماره النهار كامل على قبل 70 درهم ولا 80 درهم. بغيت ندير ولكن ما عرفتش كيفاش. بقيت صابر على حياتي، واخا كانوا كيبانوا لي الدراري صحابي كل مره لابسين لبسه زوينه وعندهم التليفونات وضاحكين، وانايا واحد الصنداله ما بدلتهاش هادي عامين، وفين ما تتقطع كنبريكوليها. اما التليفون غير كنسمع به، ما عمرني ما شريته ولا جربت نستعمله. كانت الحاله الماديه ما كتسمحش ليا باش نشري بحال هاد الشيء. بقيت كنصبر وكنرد لقلبي حتى لقيت راسي تلاحيت في واحد الدوامه خطر من هاد الشيء اللي كنت فيه. وليت تنحط القاره والحشيش في فمي باش ننسي الحياه وننسي الظروف اللي عايش فيها، وهذا بحد ذاته كان غلط كبير. وبس زادت كملات هي فاش الوالد غادي يتهرس واحد النهار وغادي يريح من الخدمه. كان مسكين راجع من واحد البريكول فوق السونطروا ديالو اللي كيهز عليها الماتيريال، ولكن واحد خينا ما شافوش وضربو تتشقلب في الارض، تهرس من رجليه ولا جالس في الدار وما عنده مسكين تا باش يكوي على الخلعه. وليت تنشوف باللي صافي الوضعيه تأزمات ديال بصح، وما يمكنش نبقاو على هاد الحاله. والشخص الوحيد اللي خاصو دابا يلقى الحل هو انا هو الراجل ديال الدار دابا، وانا اللي خاصني نتحرك ونعوض بلاصه الوالد.
خرجت انا واحد النهار بالصباح زعما باش نقلب على خدمه، ولكن شكون يخدمك؟ كلشي كيقول لك عندي الخدامه بزاف، وانا ما نقدرش نبقى صابر حيت ما عنديش الوقت اللي نبقى نصبر فيه ونقلب فيه. وحتى من مول الحانوت اللي كنا كنكريديو عنده كان صيفطني عنده الوالد واحد النهار باش نقول ليه قال لك اعطيه الزيت والسكر تيدير ويخلصك. الساعه قال لي قول ليه غير سمح لي السي مصطفى، ما نقدرش نزيد نعطيك السلعه حيت عمرنا 2 كارنيات وما يقدرش يزيد يخرج السلعه قبل ما يتخلص. هاد الشي زاد حقدني وساهم باش انني نخرج للهويه ديريكت، وما غنتصاحب غير مع واحد ولد درب مسمين عليه الخفه، معروف بالسرقه والخطيف بواحد السي 50. تا هو عنده مشاكل كبار من ديالي، مو باه بجوجهم ميتين وعايش غير بوحدو. مشيت معاه في طريقه ووليت انا كنبلع وكنخرج معاه بالليل، ما كاين غير الخطيف والبراكاج، والقليله القليله كنجيب معايا بالليل تليفون ولا 2، ومنين كنبيعوهم كنصوروا ديك 500 درهم 700 درهم. ديك الرحمه اللي كانت عندي في قلبي ماتت بسبب الشفره، وليت كنصحاب راسي عايش في غابه وخاصني نحضر نهاري باي طريقه، وما بقيتش كنفكر باللي دارنا راه كندخل عليهم غير الحرام. وواحد النهار باقي عاقل كنت خرجت انا والخفه بالليل مع شي 2 ومشينا لواحد الشارع خاوي ومظلم، شارع انفا كاين في كازا. بقينا عاصرين تما شكون هاد مسخوط الوالدين اللي غيدوز من تما وغيطلق بينا. تا كيبان لينا واحد الموطور جاي، قال لي الخفه هادي هاوته زوينه غنحيدوا ليه الموطور وغنبيعوه خاوي وغيجيب لينا صريفه. بقيت ساكت وما جاوبتوش، وبقيت انا مخبي وهو خرج وقف حدا التروطوار بموطورو وداير راسو طايح اون بان وخاص لي يعطيه شويه ديال ليسونس باش موطورو يتحرك. قرب داك الراجل وكان كبير شويه تقريبا قد الوالد ديالي في العمر، شير ليه الخفه ومسكين داك الراجل وقف على نيتو. كيف وقف كيف جبد عليه الخفه المضايا. الراجل ما عرف باش تبلى، شافه هو يتخلع ديال بصح ونزل من الموطور بلا ما يقولها ليه. عيط عليا الخفه وجيت تنجري باش نطلع نسوق الموطور، ولكن ما وصلت. تيبان لي السيد جلس فوق التروطوار وبقى ساكت وغير كيشوف. الخفه كيغوت عليا وركب دغيا، ولكن انا تنشوف داك الراجل شي حاجه حبساتني ما خلاتنيش نركب. وهو ينطق وقال لي والله وليدي غير مسلف هذا الموطور باش نمشي به للمارشي وما عندي حتى منين نخلصوا المولاه. في ديك اللحظه تفكرت با وتخيل تكون شي واحد دار ليه بحال هكاك وحيد ليه داك السونطروا وهو مسكين ما عنده حتى شي حاجه. خاطري ضرني في ديك اللحظه وما قدرتش نركب. درت الموطور البيكي وحيدت الساروت وهو يقول لي الخيف اش كدير صاحبي؟ ما جاوبتوش وريحت حدا داك الراجل، مديت ليه الساروت وخداه من عندي. عنقته وقلت ليه اسمح لينا بزاف عمي. شاف فيا وقال لي ماشي مشكله ولدي، ولكن دري بحالك ماشي ديال هاد الطريق، واخا ما عرفت شنو تكون الظروف اللي عايش فيها ما خاصكش دير بحال هادشي. هاد الكلمه توشاتني بزاف وخاطري تزعزع. الخفه ما فهم والو وهبط من موطور وبغى ياخد ليه الساروت وانا ندفعه. الخفه غتقرب ليه بالرب تا غنوليو في شي حاجه. قال لي واش تسطيتي يا صاحبي
واش نسيتي علاش حنا خارجين كندورو في نصاصة الليل؟ خويا انا ما بقيتش غندير هاد الشيء. نوض عمي سير بحالك. ناض مسكين دغيا وركب على الموطور ومشى بحالو. بقى الخفه كيخنزر فيا ومشى ديمارا موطورو وركب. ركبت موراه ورجعني للدرب. طلعت للدار وبقيت تنفكر، ويلي واش انت وليتي بحال هكا عتمان؟ واش باك رباك بهاد الطريقه؟ واش باك خدم عليك بالليل وبالنهار وصبر باش يوكلك ويكبرك، وفي الاخير بغيتي تخرج ليه شفار؟ لا هادشي ماشي ديالك عتمان. نعس ديك الليله والغد ليه فقت طليت على الوالد بان لي بارك في بلاصتو ومعلق ديك الرجل اللي مهرسه، وخواتاتي كل وحده فيهم شاده قنت وعلم الله فاش كيخمموا. هبطت للزنقه ومشيت خديت كارو تكيفتو وبقيت واقف في راس الدرب كندور في عينيا حتى كنسمع عتمان. دورت راسي كيبان لي بيدرو ولد دربنا جاي قاصدني. سلم عليه وقال لي تا فين هاد الغبورات؟ مع الوقت اخويا بيدرو وهو يقول لي اسمعني مزيان عتمان ودير كلامي بحال شي نصيحه من عند خوك. بعد من الخفه راه غتشوف من موراه غير الحبس وغتكرفص والديك. با مصطفى وام حليمه ماشي ديال هادشي. قلت ليه كون هاني اخويا صافي عطيتو اتساع وبعدت منه. داكشي ما صالحش ليا. ايوا مزيان عشيري هكا نبغيك. حق في راسك شعيل الشمكار. مالو ياك ما طرات ليه شي حاجه؟ وتاش طرات ليه شي حاجه راه سعداتو 3 شهور هادي باش حرق وبنادم ما سايقش ليه الخبار. دابا راه وصل وما خاصو حتى شي حاجه. ويلا بيدرو شعيله والله اخويا عثمان انت شعيله. والله يسهل عليه ويسهل علينا وغادي اللي يدير بحاله. وهو يقول لي ما كذبتيش، ولكن اش غنديرو نصبروا تيحن الله. يلا اخويا تهلا خليتك دابا. مشى بحالو وبصراحه خلاني تنفكر في الموضوع وتندوي مع عقلي. ها هو شعيله غير البارح كان كيدوز من الدرب شاد الشيفونه كيتشمكر وكيطلب في الناس يعطيوه الدراهم. شوف دابا فين ولا. شنو زعما واش انا نقدر نحرق؟ وعلاش ما نقدرش؟ اللهم الرزق ولا نبقاو على هاد العيشه تنموتوا بالفقصه ولا نوليو غاديين غير للحبس. ولكن انت عثمان راه ما كتعرف والو وخاص ولا بد شي واحد اللي يوريك. لقيتها. الوحيد اللي غادي يفيدني هو الروكس ولد دربنا. الروكس فايت ليه حرق ودار في اوروبا، ولكن على ما سمعت بقى عاطيها غير للدريات والبيران ترجعوه ريفولي. وبصراحه ما عمرني ريحت معاه وعاود ليا كيفاش توصل. من الاحسن خليت نشوفو ونسولو. مشيت كندور دوزت نهاري توصل الليل. خرجت واحد الكرسي كيف ديما وريحت في واحد القنت كنبرم وكنتكيف. وهو يبان لي الروكس خارج من دارهم. عيطت ليه الروكس والروكس. دار شاف فيا وانا نشير ليه. جا عندي سلم عليا وقلت ليه ريح تكيف معايا. ريح حدايا وبرمت ليه جوان. هو كيتكيف وانا كنتكيف وانا نقول ليه الروكس كي داير اوروبا اخويا؟ اوروبا زوينه بزاف والحياه فيها مبرع وكل شي موجود. ياك اخويا الروكس وانت حقا كيفاش تمشيتي؟ ما عمرك ما عاودتي ليا. عرفتي فاش فكرتيني دابا اخويا؟ الطريق اللي ضربت والعذاب اللي شفت. ويلي الروكس قول لي القضيه صعيبه. غنقول لك اخويا عثمان؟ صعيبه وماشي صعيبه، خاصك تكون غير حربي
وقاد براسك وكل شي غيدوز مزيان. انا اخويا مشيت على الطريق ديال تركيا، كاع دول البلقان دزت عليهم، هنغاريا، صربيا، مونتينيغرو، اليونان، ما خليت حتى شي دوله. عاد وصلت للنمسا ومن تماك شديت التران ومشيت لايطاليا. ولكن علاش كتسول؟ ياك ما عينك في شي حرقه؟ وفي الحقيقه اخويا هاد الهضره تبقى بيناتنا، انا باغي نمشي وخاصني غير شي واحد اللي وريني. خوك ما عنده حتى شي تجربه في هادشي وما عمرني ما جربت نحرق. شاف على اليمين وعلى اليسار وهو يقرب ليا وقال لي شوف عثمان، انت خويا وما غنخبي عليك والو، ولكن هاد الهضره اللي غتسمع من عندي ما نبغيش شي واحد يعرفها ولا يساق ليها الخبار. كون هاني اخويا الروكس، شنو هو كاين؟ انا داير مع واحد العشير كان تا هو حرق شحال هادي وعارف مزيان ورجع ريفولي للبلاد، وانت عارف انا يلا دابا شي عام باش رجعت وما متقبلش هاد الفكره وباغي نرجع نعيش تما عاوتاني. ومن هنا شي شهرين غنقطع البي ديال تركيا وغنعاود نمشي نقلب على راسي. انا كنعرفك مزيان وما جيتش وقلت لك هاد الهضره، لا كانت نيتك انك تمشي ما غنخبي عليك والو. خدم على راسك هاد الشهرين فاش ما كان وجمع شويه ديال الفلوس باش تقطع معايا حتى انت البي ونمشيو. ويلي واش بصح خويا كدوي؟ عثمان انا راه ما كندويش في الخاوي، هضرت معاك وهضرتي ما غنعاودهاش. نهار غنبغي نقطع تشيكي راه غنقولها ليك، الا كنتي واجد قطع معايا، ما كنتيش واجد دبر راسك. نقولها لك من هنايا باش ماشي اخويا توصل الوقت وتقول لي تسناني، حيت هادشي ما فيهش تسناني. لا صافي اخويا الروكس، هضرتك هي الكبيره، كون هاني. ايوا صا مزيان عثمان، خليتك دابا انا نمشي نقضي شي غرض ونتشاوفوا من بعد. مشى بحالاتو. بقيت تنتكيف وتنخمام في هاد الهضره كامله اللي قالها. شكون عرف حتى انا نوصل ونصوفي راسي ووالديا؟ شكون قال من هنا لقدام ربي مخبي ليا شي حوايج اللي ما كنتش تنتسناهم؟ تكيفت مزيان وتبوقت وطلعت للدار نعست. الغد ليه فقت مع 8 وخرجت تندور، ما خليت مالي القهاوي، ما خليت الحوانت باش نخدم. وسبحان الله بحال ربي كان موجدها ليا، لقيت الخدمه مع واحد مول السندويشات. في الاول سولته واش خاصك شي خدام، طلع فيا وهبط فيا ويسولني واش كتقرا. قلت ليه لا حبست القرايه، وهو يقول لي صافي سير حتى الغدا وجيب بحال هذا الوقت. قلت ليه علاش حتى الغدا؟ مال دابا ماشي وقت الخدمه؟ قال لي انا قلت لك هكا غير على قبلك، لا تكون ما جايش موجد للخدمه. لا سيدي ما عنديش مشكل، نخدم دابا لا بغيتي. قال لي صافي دخل. دخلت عنده لداخل وعطاني واحد العرام ديال الطباصل باش نغسلهم. اللي غسلته كنحط عليه في واحد الشبكه باش يحط فيهم للكليان سندويتشات. وكان خدام معنا حتى واحد الدري اخر جاي مسكين من الشلوح باش يخدم على والديه. كل شي كان عادي. خدمت داك النهار وخلصني ب100 درهم. رجعت بالليل ومع دخلت للدار سولني الوالد فين غبرتي النهار كامل؟ والوالد راه لقيت خدمه وخدمت اليوم. قال لي مزيانه ولدي، كيصحابني غير وقعت لك شي حاجه. اش غيوقع لينا انت الوالد؟ المهم تصبح على خير. مشيت للستاري ديالي اللي في الصالون ولقيت خواتاتي كل وحده فيهم شاده الستاري وكتفرج، وباقين كيف خليتهم. تكيت ونعست والغد ليه فقت بكري. غسلت وجهي ولبست حوايجي وخرجت للصاكه، خديت الكارو عاد مشيت نخدم. تازت السيمانه الاولى والثانيه وعلى الاقل الوالد رجع لصحته وبدا كيبريكولي عاوتاني. اما انا خدام وحاط قدام عيني هدف واحد،
هو خاصني نقطع لتركيا، خاصني نخدم باش نحضر فلوس التيكي ديال الطياره. بقيت كنافيغي على روحي وكنتقاتل حتى ضربات ديك شهرين وجمعت شي بركه اللي غتصوفيني واحد شويه. وواحد النهار يلا جيت من الخدمه وطلعت للدار، وهي تقول لي الوالده راه الروكس جات يعيط لك دابا شي ساعتين. قلت لها بصح صافي انا غنمشي نشوفو دابا. هبطت للزنقه وعيطت ليه في دارهم، وهي تقول لي مو راه يلا خرج الكرسي ومشى ريح مع صحابو. عرفتو غيكون مع الدراري مريحين حدا الزبيبيله فين تيتكيفوا ويقصروا كارطه. مشيت لعندو ومع شافني وقف وجا قاصدني. سلمت عليه وقلت ليه سمعت باللي كتسول عليا الروكس. قال لي اي عشيري وجد لي راسك، راه ما بقى والو، الا كانوا فلوسك واجدين اراهم ليا باش نقطع عليك معايا. قلت ليه شحال؟ قال لي رحنا مدبرين على واحد الهوته في النوار غادي نقطعو ب3000 درهم. قلت ليه صافي انا غنمشي نجيبهم لك دابا، ولكن واش ما كاينش مناش نخاف؟ قال لي كيفاش؟ واش اخويا الروكس خونا اللي غيبيع علينا التيكي في النوار واش ثقه؟ خويا عتمان انت ما تصدعش راسك، عرفت التيكي ديالك عندي، حق عندك باسبور؟ لا خويا ما عنديش. وسير صاحبي قاد واش كتسنى؟ جاب الله تفكرتو دابا كون بقينا تدازت شي 5 ايام كون حصلتي هنايا. سير قادو غدا ووقف عليه. صافي اخويا الروكس غدا غنمشي نوقف عليه. قال لي مزيان راه غير شي 7 ايام ويخرج وحنا غنمشيو حتى السيمانه الجايه. يلا سير دابا جيب لي الفلوس وما تعطلش عليا يا عشيري. قلت لي صافي كون هاني انا دابا غنجيبهم ليك. مشيت للدار هزيت الفلوس وهبطتهم ليه وريحت معاهم تكيفت واحد الجوان باش طفيت به العرق ديال الدماغ وطلعت نعس. الغد ليه فقت مع 9 ديال الصباح. مشيت للمقاطعه سولت على اللوازم ديال الباسبور وجمعتهم، ومشيت للكوميساريه درت شي اجراءات وخلصت 500 درهم ورجعت بحالي. السيد اللي كنت خدام معاه ما بقيتش مشيت عنده، بقيت داك النهار غير في الدرب وتلاقيت مع الروكس. سولني امضرة واش مشيت صوبت الباسبور؟ قلت ليه مشيت اخويا وقالوا لي من هنا 6 ايام ولا 7 ايام راه غيوجد. قال لي صافي مزيان حتى انا راه خديت ليك ولي التيكي ولا 4 الجاي غنمشيو، وجد لي راسك وضروري تكون عندك شي بركه باش تاخد بها شي العيبات من تما. قلت ليه ما تخممش هادشي ضارب ليه الحساب. تسنيت واحد 6 ايام عاد مشيت سولت على الباسبور قالوا لي موجود، خديته ورجعت بحالي. وابتداء من ديك اللحظه بدات تشدني الخلعه والرعده وما عرفتش واش نقولها للدار ولا نخبيها عليهم. بقيت حير حيت هذه مساله حياه او موت والاختيار كان صعيب عليا. حتى النهار 3 بالليل كنت تنجمع حوايجي في واحد الصاك والوالده سولاتني فين غادي بهاد الحوايج. قلت لها غنمشي نسافر. قالت لي لا وليدي عثمان ما بيناش عليك حاله السفر، كاينه شي حاجه وليدي قول لي وما تخبيش عليا. غرغروا لي عينيا وباش ما نعيقش بقيت ساكت. وبالصدفه دخل الوالد من الخدمه في ديك الوقيته. قلت لها صافي الوالده انت ما كاين والو حتى الغدا بالصباح ونقول لك. ما بغيتش نقولها لها في ديك اللحظه حيت كانوا غيحبسوني ويبداو يبكيو عليا. الصباح كانت عندنا الطياره مع 8 وحنا خاصنا نكونوا في المطار مع ديك 6 باش نتسناو الطياره على خاطرنا وما يفوتش علينا الحال. فقت انا مع 4 ديال الصباح واول مره غنفكر نحط جبهتي للارض. توضيت ومشيت صليت ودعيت يا ربي الا كان هادشي فيه الخير اتيني به ولا كان فيه الشر بعدوا عليا. ساليت الصاله ومع جمعة الزربيه كنلقى الوالده فايقه وبينما ما نعساتش وبقات دايره بالها معايا. قالت لي يا وليدي
فين غادي؟ راك بديتي تتخلعني. شفت فيها وعنقتها مزيان. الوالده تهلاي في راسك، وحتى في خواتاتي، وما تنسيش داي معايا. علاش هادشي عثمان؟ قول لي فين غادي؟ راك بديتي تتخلعني. انا غادي نمشي نحرق مهمتي، غادي نمشي نقلب على زهري وعلى مستقبلي فين كاين. في ديك اللحظه بحال ضربتها بشي قرطاسه، حسيت بها تصدمات وما قدراتش تنطق بشي هضره. في البلاصه خرجت من تما كنزرب، مع هبط لقيت الروكس خارج من دارهم. شافني مغرغر وهو يقول لي هاني يا عشيري، كاملين كتبقى فينا الحنانه، ولكن ما عندنا ما نديرو. شدينا طاكسي ديريكت للمطار، حطناه قدام وهو يجبد التليفون وعيط على شي صاحبو سميتو راشد. قال ليه فينك؟ احنا في المطار دابا. قال ليه صافي تسناوني 5 دقائق وغادي نوصل لعندكم. بقينا واقفين حتى وقف قدامنا واحد الطاكسي، هبط منه واحد الدري وسلم علينا، ودخلنا كاملين للمطار. دزنا من السكانر ودوك المسائل الاولى ديال المطار، عاد مشينا ريحنا في واحد البلاصه كنتسناو الطياره تجي. بقينا ديك ساعه المكانه، عاد سمعنا باللي الطياره المتوجهه لتركيا وصلات، والمسافرين خاصهم يلتحقوا بها دابا. نضنا مشينا طلعنا فيها وشدينا بلايصنا. واحد الشويه طلعنا للسما وطرنا لتركيا، تقريبا شي ساعه ونص ولا ساعتين وصلنا للمطار ديال تركيا، وبالضبط اسطنبول. وخرجنا برا المطار وانا نسول الروكس فين غادي نمشيو دابا. قال لي راه غنمشيو نريحو مع واحد العشير شي سيمانه، بين ما نلقاو شي واحد يقطعنا الواد اللي كيفصل ما بين الحدود ديال تركيا واليونان، وديك الساعه غنكملوا طريقنا بوحدنا. انا باقي ما فاهم والو، وقلت خليتها نمشيو للدار ونسولو باش يشرح لي مزيان. شدينا الطاكسي ومشينا لواحد العنوان، وحنا نوقفوا قدام واحد الدار. جبد داك الدري راشي التليفون واتصل، وهو يخرج واحد خونا من الدار اللي قدامنا وشير لينا. مشينا عنده سلمنا عليه واستضفنا، حطينا حوايجنا وعطانا واحد البيت كبير واحد شويه باش ننعسو فيه حنا بثلاثه. دازت ديك الليله، والغد ليه خرجنا من الدار مع ديك 10 ديال الصباح. صرفنا النص ديال الفلوس للعمله التركيه والنص الاخر للاورو، ومشينا لواحد السوق باش نشريو شي مسائل اساسيه اللي غنحتاجوها في الرحله ديالنا. داك السوق كان كبير بزاف وفيه الرواج، وفيه حتى بياعه وشرايه مغاربه. درنا مزيان وخدينا واحد الشكاير كبار وواحد الخيمات ديال النعاس كل واحد وديالو، وخدينا حتى واحد الجاكيطات على البرد والثلج، وواحد الطاقيه والليقات، وشي مسائل اخرى بحال الموس والماكله والماء. موراها رجعنا بحالنا وحطينا داكشي في السيكان ديالنا، وما بقى لينا غير نعرفو امتى غيقطعنا هاد خونا الواد وبشحال. وداك الدري اللي مضايفنا عنده هو اللي غيتوسط لينا، حيت على ما قالوا الدراري كيعرف شي وحدين فايت ليهم مقطعين بزاف ديال المهاجرين الواد. دازت واحد يومين، وفي واحد الليله كنا مريحين في الجرده ديال ديك الدار، كنتحتشو وكنهضروا بيناتنا، ومعانا حتى مول الدار، وهو يصوني ليه التليفون. جبدو شاف شكون وجاوب الو. اوكي تشكرات. حنا ما فاهمين والو وغير كنسمعوا اش كيقول. قطع وقال لنا الدراري وجدوا راسكم، راه السيد اللي غيقطعكم الواد هو اللي اتصل بيا دابا، وغدا مع 9 ديال الليل غتحركوا. قال ليه الروكس والثمن شحال؟ 100 ليره لواحد.
وهو يقول لي صافي دابا مزيان الدراري جات الوقت. وانا نقول لهم بلاتي دابا حنا غنقطعوا الواد غدا مع 9 ديال الليل، ولكن فين غنطلقوا بهذا السيد وكيفاش غنعرفوه؟ قال لي راه عطيتو النمره ديال رشيد. وهو ينقز رشيد وقال حنا اصلا غندخلوا للغابه اللي قبل الواد، وقبل ما غيعيط لينا غنوصلوا تما، وضروري غيبانوا لينا الناس مجموعين باش يقطعوا الواد، حيت راه ماشي غير بوحدنا اللي غادي نقطعوا. قلت ليه صافي مزيان، راه كنسول فيك غير حيت ما عارفش التفاصيل. وهو يقول لي لا هذا غلط عشيري، ومزيان مني قلتيها ليا دابا. هاك شد هادي انا ما غاديش نحتاجها. قلت لي شنو هذا؟ هذه خريطه فيها كاع البلدان اللي غادي تدوز منهم، وفيها حتى المعسكرات اللي غتلقى في الطريق. ولكن اخويا علاش عطيتيها ليا؟ شوف عثمان، وسط من الطريق تقدر توقع اي حاجه، يا نتشد انا يا تشد الروكس يا تشد انت، ونقدروا غير نهربوا للعسكر ونتفرتكوا وما نبقاوش نتلاقاو. داكشي علاش اخويا من الاحسن تبقى عندك هاد الخريطه ديالك، باش الا بقيتي بوحدك تعرف طريقك وما تلفش. تماك فهمت باللي كاين احتمال كبير نتفرقوا، وفهمت من هضرتو باللي منين تندخلوا للغابه كل شي تيعرف غير راسو. قلت ليه صافي مزيان منين عطيتيها ليا. وهو يقول لنا الروكس ويلا الدراري خلينا نوضو نعسو دابا باش غدا نكونوا اون فورم. دخلنا للدار وبقيت ديك الليله متكي في الفراش وكنشوف في السقف وتنفكر واش غنموت ولا غنبقى في الحياه، واش غادي نوصل ونرتاح في حياتي ولا غنزيد نتعذب، شكون عرف. وانا نسمع الروكس قال لي ابغيش يجيك النعاس. دورت راسي كيبان لي حتى هو باقي فايق. قلت ليه بحالك اخويا الروكس قول لي واش ما خايفش؟ تا واحد اخويا عثمان ما كيخطيه الخوف، ولكن شنو نبقى في ديك البلاد تاعيسه تيقتلونا بالجوع. قلت ليه علاهم اخويا غيقتلونا غير بالجوع، شويه وغيوليو يقتلوا فينا عين بين. حاولت نعس حيت لا بقينا تنفكروا دماغنا ما غيساليش، وحنا محتاجين للطاقه ديالنا كامله. درت للجهه الاخرى ونعست. فقنا الصباح مع ديك 12، فطرنا وراجعنا السيكان ديالنا واش فيهم كلشي، وبقينا تنتسناو الظلام يطيح باش نخرجوا. وصلات ديك 7، سلمنا على السيد اللي سكننا عنده بلا ريال بلا جوج، وبصراحه خيرو كبير علينا. شدينا طاكسي وحطنا في واحد البلاصه بعيده شويه على ديك الغابه، حيت الطاكسيات ما كيوصلوش لدوك المناطق. بقينا تنتمشاو على رجلينا توصلنا للغابه. دخلنا ليها وبقينا غادين، كاين غير الظلام وانا تابع غير الدراري، والطريق اللي داروا معاها حتى انا كندور معاها. واحد شويه التليفون ديال رشيد بدا كيصوني. جاوب وحاول يهضر مع خونا، وجاب الله كيفهم شويه ديال التركيه. هضر معاه واحد 5 ديال الدقائق وقال لنا صافي تبعوني الدراري راه عرفتو فين كاين. بقينا غاديين تخرجنا لاخر حد ديال الغابه، وتما بان لي قدامي واحد الواد كبير غارق وما يمكنش تقطعو عومان، خاص ولا بد شي فلوكه ولا شي لعبه اللي تدوزك. بقينا واقفين وكندوروا في راسنا، شويه بدينا تنسمعوا التخرشيش. تخبينا مورا الشجر حتى كيبان لينا بنادم دايزوها السيكان. عرفناهم باللي تا هما حراقه وتا هما جايين يقطعوا الواد مع داك خونا. مشينا عندهم، مع شافنا واحد خونا هو يدوي معنا بالتركيه.
جاوبو رشيد وما عرفناش اشنو هو قال. منين سالا سولنا شنو هو قال ليك؟ قال لينا راه سولني شكون حنا، وقلت ليه راه حنا هما الدراري ديال المغرب وعرفنا، ودابا راه بغى الفلوس عاد نتحركوا. جبدنا الفلوس وعطيناهم ليه، وهو يقصد واحد الشجر مقطع وبدا كيحيد فيه. عاونوه شي وحدين، وهو يجبد من تما واحد الفلوكه صغيره كان مخبيها. دفع لداك الواد وطلع الفوج الاول كسيره ومشى. والعرض ديال داك الواد ما كانش طويل، كتبان لك من تما اليابسه ديال الاراضي اليونانيه. المهم داهم وحنا حاضين ومخبين اللور. رجع عندنا وطلعنا ومشى بينا حتى حنايا. تقريبا شي 10 ديال الدقائق عاد وصلنا. مع التلاحيدة من الفلوكة بدينا تنجريو باش ندخلو للغابة ونتخباو مورا الشجر. كيف دخلنا، كيف بدينا تنسمعو القرطاس كيتشاير. ديك الغابة كيحرسها واحد الحلف سميتو الناطو. هاد الحلف كيدير غير الكاغول وما كتشوفش وجهو، وعنده قوانين صارمة، ولا شدك كياخد لك فلوسك وحوايجك وماكلتك، وفي الاخر كيرجعك لتركيا غير بالكيلوط، باش بهاد الطريقه تولي تخاف ترجع مره اخرى لتماك. وإلا تبعك الحل الوحيد اللي عندك هو تهرب منه، لا بغيتي تكمل المسيره ديالك لاوروبا. بقينا مخبين مورا الشجر وما تحركناش من بلايصنا. بقينا تحسينا بالقضيه تهدنات والقرطاس حبس، وهو يبان لينا واحد الضوء ازرق ديال الدوريه اللي كاينه تما، وحنا نشدوها جريه وحده وطلعنا لواحد لوطوروت كبيره كدي وكتجيب كاينه ما بين الغابه. قطعناها ومشينا للجهه الاخرى. تما كان واحد الجبل بقينا طالعين فيه وحاضين جنابنا لا يخرج لينا شي واحد. توصلنا لواحد البلاصه بانت لينا كوان مزيان باش نخيمو فيه ونعسو. داكشي اللي درنا، كل واحد قاد الخيمه ديالو ودخل ليها. قصيت شي لعيبات باش غدا نقدر نوقف على رجلي ونعست. الغد ليه فقنا وكملنا طريقنا، وكان خاصنا نمشيو حتى للعاصمه ديال اليونان اللي بعيده علينا ب24 يوم ديال الطريق. بقينا مقاتلين، كل نهار كنمشيو شويه ونرتاحو شويه ودايرين اتونسيون نتشدو، وباش ما نريسكيوش كنعسو بنهار وكنتمشاو بالليل، وكنبقاو طالعين غير في الجبوله باش تلا شافونا البوليس يكون صعيب عليهم باش يشدونا. وواحد النهار كنا غاديين تنتمشاو حتى كنسمع الهضره، وديك الهضره ما مفهوماش، وهو يقول لنا الروكس تراري هادو غيكونوا غير العسكر. مع بغينا نهربوا مع كيخرجوا لينا من مورانا، شافونا وهما يغوتوا باش نوقفوا، ولكن حتى واحد فينا ما وقف. بقينا هربانين وهما تابعيننا. حنا كندخلوا لهم ما بين الشجر وهما كيطلقوا القرطاس في السما باش زعما يخلعونا، ولكن حنا الخلعه اللي فينا ما خلاتناش نوقفوا. تقدر تخلينا نبقاو نجريو النهار كامل، حيت حنا بثلاثه بينا عارفين الا شدونا غادي يدوزوا علينا العذاب. يقدر كاع يشدك ويهرس لك يدك ويسلخك مزيان باش ما تبقاش تفكر ترجع لتما مره اخرى. بقينا هربانين حتى تلفناهم وما شدوناش، وريحنا في واحد البلاصه، وولينا فين ما تنشوفوا العسكر في شي بلاصه تنتخباو عليهم تيمشيو ونكملوا الطريق. دوزنا تقريبا 20 يوم ديال العذاب، 20 يوم كلها مشي، بالنهار النعاس وبالليل كتشد الطريق.
ما بقى لينا والو ونوصلوا للعاصمه. تقريبا شي 4 ولا 3 ديال كيلومتر وندخلوا ليها. ومن زهرنا لقينا راسنا حدا واحد المحطه ديال الرموك. قرا رشيد اللافته ولقاها كتدخل للعاصمه. فرحنا حيت غادا تحيد علينا بزاف ديال التماره. تسللتنا لواحد من الرموكات اللي كاينين تماك وتخشينا تحت منه. بقينا صابرين تتحرك ودار بينا تقريبا شي 4 ديال السوايع عاد وصلنا. هبطنا من الرموك وبقينا غاديين كنتخباو تخرجنا من تماك. وهو يقول لنا رشيد الدراري خاصنا ولا بد دابا نمشيو عند واحد المراه كاينه هنا في العاصمه كتعامل مع المهاجرين، تعطينا الحوايج ولا تسوقر لينا فين نباتوا هاد الليله. قلنا ليه نمشيو اخويا، حنا محتاجين اللي حن فينا في هاد الظرفيه. بقينا تابعين وتوصلنا لقدام واحد الدار جات شويه معزوله على الديور الاخرين. دقينا عليها وعرفاتنا مهاجرين، سلمات علينا وتعاملات معانا، عطاتنا الحوايج وخلاتنا نضربو عند دوتشا وسوقرات لينا واحد الخربه كاينه مورا دارها باش نباتو فيها. دوزنا ديك الليله وارتاحينا ورجعنا الطاقه ديالنا. الغد ليه هزينا السيكان ديالنا والمسائل ديالنا وتبعنا الخريطه. وهاد المره كان خاصنا نقطعوا الحدود اللي ما بين اليونان والبانيا. بقينا تنتمشاو وهاد المره ما لقيناش مشكل في الطريق، حيت ديك العاصمه قليل اللي تيوصل ليها في الحراقه واكثرين كيوحلوا في اليونان، وتا العسكر ما كيكونوش فيها بزاف. ضربنا تقريبا شي يومين ديال المشي عاد وصلنا للحدود. الحاجه الزوينه هي انه ساهل تقطع الحدود ديال البانيا، ولكن المشكل الكبير هو انه منين تدخل لألبانيا عندك طريق وحده، وديك الطريق منين تتبقى غادي عليها كيف تتفوت 30 كيلومتر كتوصل لاول فيلاج كاين في ألبانيا. وكيف تتوصل ما تتفهمش كيفاش الدوريه ديال البوليس اللي كاينه تما عرفاتك باللي كاين في ديك الوقت. ومنين تتشدك ما تتحيد لك لا حوايج لا فلوس لا والو، كترجعك للعاصمه ديال اليونان وكتخليك تضرب عاوتاني واحد اليومين ديال الطريق، وفاش كتوصل كتعاود تشدك ودير لك نفس القضيه. ومع حنا كنا كنعسو بنهار ونتمشاو بالليل كنا تقهرنا. وباقين عقل المره الاولى فاش كنا باقين في الطريق لألبانيا قالها لينا رشيد، ولكن انا ما تسوقتش ليه. قلت راه غيكونوا بحال هادوك اللي في اليونان. بقينا غاديين توصلنا لداك الفيلاج، يلا غنفوتوه تا كيبانوا لينا البوليس داروا بينا. وهاد البوليس اللي تيشدوك بوليس ديال الالمان، هما اللي تيدوروا تما وكيحرسوا ديك المنطقه في ألبانيا. شدونا وما داروا لينا والو، ديريكت رجعونا للعاصمه اليونانيه. وما فقدناش الامال وعاودنا شدينا الطريق من جديد وتقاتلنا توصلنا. وكيف دخلنا عاوتاني شدونا ورجعونا بكل سهوله. تعصبنا بزاف والدراري بداو كيفقدوا الامال، وحتى حد ما بقاش عنده الطاقه ديال المشي، خصوصا والمورال طايح وداير في بالك باللي غيشدوك. بانوا لي الدراري باغيين يبوندوليو. قلت لهم الدراري واش منيتكم؟ واش حنا ضاربين هاد التماره كامله ومريسكين بحياتنا حتى لهاد الدرجه وفي الاخر غنستسلموا؟ هادشي راه ما يمكنش. خليونا نجربوا مره اخرى، ولكن كيف ندخلوا لألبانيا غنحاولوا نهربوا ليهم، وتلا تبعونا ما غنوقفوش كيف ما درنا في المرات اللي فاتوا. الدراري تشجعوا وخداو حتى هما هاد القرار. شدينا الطريق من جديد من العاصمه ديال اليونان لألبانيا. بقينا غاديين توصلنا، وهاد المره كنا موجدين باش نهربوا. كيف وصلنا خرجت لينا الدوريه، وحنا شكينا باللي كاينين تما شي كاميرات
يا شي عطايه اللي كيقولوا البوليس. شديناها جريه وحده، وفي ديك اللحظه ندمت على النهار اللي فكرت فيه نهرب. وليت تنشوف دوك الدوريات بحال دوك البوليس اللي في الجيتيه، ترى داروا لينا نجمه 6 وما بقيتش عارف منين تيخرجوا ليا، وانا هربان بحال شي حمق ما عارف شنو كندير وشنو خاصني ندير. والواعره فهاد الشي كامل هي الدرون اللي تابعنا من الفوق وكتصور فينا من وسط داك الشجر ديال الغابه. تخبيت في واحد البلاصه انا والدراري باش زعما ما تقشعناش، حتى كتبان ليا هابطه من جهتي. في ديك اللحظه عرفتهم باللي هما غير حدانا وقراب لينا وكيشوفونا. يلا غنهربوا وهما يخرجوا لينا من الجناب وهازين علينا السلاح بحال الشكل ديال النينجا. وقفنا في بلاصتنا وما تحركناش، شدونا وداروا لينا المينوط، وهاد المره قتلونا بالعصا، سلخونا مزيان. والروكس مسكين خشى ليه واحد فيهم البيستولي في راسو، تفرقعوا ليه وبدا كيدوز ليه الدم. قتلونا بالعصا وزرقونا وداروا لينا نفس القضيه، رجعونا للعاصمه عاوتاني ديال اليونان. رجعنا ليها وانا واخا هكاك باقي متشبت بالراي ديالي وما غاديش نستسلم. انا ما جايش باش نرجع للمغرب، تفاهمنا باللي غنعاودو نديرو المحاوله الرابعه، ولكن تنرتاحو واحد 4 ايام في العاصمه، نباتو في شي بلاصه تماك بين ما نجمعو السوفل مره اخرى ونرجعو الطاقه ديالنا والصحه ديالنا، حيت عينا بزاف. داز ديك 4 ايام وتحركنا باش نديرو المحاوله الرابعه، وسبحان الله كانت مزهاره. هاد المره قلنا غنمشيو بالليل مع ديك 3 ولا 4، ومن زهرنا دزنا بلا حتى شي مشكل، ما شدنا حتى شي واحد، ما فهمناش كيفاش ما خرجوش لينا. بقينا تنمشيو ضربنا تقريبا شي 120 كيلومتر على رجلينا، وكان خاصنا ولا بد نوصلوا لواحد المحطه ومن تماك نمشيو للكابيتال ديال البانيا، العاصمه الالبانيه تيرانا. وصلنا لديك المحطه وباش زوينه تما كانوا عاطين تعليمات لصحاب دوك المحطه باش ما يطلعوش الحراقه، ولا مشاو تشدوا عندهم الحراقه غادي يخلصوا غرامه ماليه والحراقه غير رجعوهم. وهذا الشيء هو اللي ساعدنا حنا، حيت ديك البلاصه منين تيسمعوا عليها الحراقه بحال هكا ما تيقربوش ليها وتيكملوا غير على رجليهم. ولكن رشيد كان ذكي وهو اللي اقترح علينا هاد الفكره، قال لنا غنمشيو نقطعوا التيكي ونركبوا عادي، وتلا شكوا فينا غادي نهربوا قبل ما يعيطوا للبوليس. مشينا لتما ودرنا راسنا تواركه، قطعنا التيكي وطلعنا للتران، ومن تما دخلنا للعاصمه الالبانيه تيرانا. فاش كتوصل للعاصمه ما تيبقاش عليك الخطر، حيت في العاصمه كاينين بزاف ديال الناس وما يمكنش يجيو عندك البوليس من وسط داكشي كامل ويشكوا فيك باللي انت حراق. خاصك غير تلبس مزيان وتبقى نقي وزوين. وباش نرتاحو كرينا في واحد بلاصه ما تيسولوك فيها لا على اوراق لا على والو، ارتاحينا فيها شي 3 ايام، عاد قررنا اننا نكملوا الطريق. شدينا الكار ومشينا لواحد المنطقه جات ما بين البانيا ومونتينيغرو، حدا الجبل الاسود الا كنتو كتسمعوا به. وصلنا لتماك، وباش ندخلوا لمونتينيغرو كان خاصنا نكملوا على رجلينا واحد المسافه ديال 35 كيلومتر. بقينا تنتمشاو من 5 ديال الصباح حتى 6 ديال العشيه، وقربنا نوصلوا، ولكن بقوه العيا ما قدرناش اننا نكملوا، وكان خاصنا ولا بد نريحوا نرتاحوا وناكلوا شي حاجه. قلنا ما غنوقفوا حتى نلقاو شي كوان زوين. وفي الطريق تلاقينا مع واحد الخربه دايره بحال شي كوخ، عجباتنا وقلنا ندخلوا ليها.
مع دخلنا لقينا محطوطين فيها القراعي ديال الشراب وشي طفيات ديال الكارو، وبينا شي واحد كيجي ليها. خفنا ننعسو ويجي شي واحد ولا شي جروب يولي قاتلنا وواخد لينا ديالنا، وحنا كاملين تنعرفوا باللي ألبانيا بلاد القرطاس، ولا مشى تقتلك شي واحد ودفنك ما كاينش اللي غيسيق لك الخبار. درناها في يد الله وحطينا حدانا الشواكش ديالنا وقصينا شي لعيبات باش نقدروا نتمشاو ونعسنا. فقنا مع ديك 4 ديال الصباح، وكانت بقات لينا غير شي 4 كيلومتر باش ندخلوا لمونتينيغرو. بقينا غاديين توصلنا ليها، فتنا الحدود دخلنا ليها، وكان خاصنا نضربوا شي 8 كيلومتر باش نوصلوا لواحد الكامب، واحد المعسكر. منين تتوصل ليه وتيعرفوك حراق تيعطيوك الخيرطيه، وهاد الخيرطيه فيها 2 ديال الانواع، الاولى ديال تخوي البلاد في مده 30 يوم، والثانيه ديال انك مهاجر، وفاش غيشدوك البوليس ويطلبوا الوراق تتعطيها ليهم وتتمشي الامور بخير. وهاد الكامب كان كيعطي هادي ديال المهاجر، وفاش تتاخدها تيهزوك نيشان للعاصمه ديال مونتينيغرو فين كاين المعسكر الكبير. بقينا غاديين في الطريق، ويلا ضربنا شي 2 كيلومتر مورا الحدود، وقبل ما نوصلوا للكامب خرجوا لينا واحد البوليس. ما عرفنا كيفاش تسلطوا علينا. الدراري هربوا ولكن انا حصلت وما عرفت ما ندير. شدوني ورجعوني للحدود لعند واحد البوليس كاينين تما، ودوك البوليس كانوا عصبه ديال بصح وما كيتفاكوش. خدا ليا فلوسي وبدا عليا جو البانيا جو، زعما رجع بحالك لالبانيا، حيت هو ما يقدرش يرجعني بنفسه ويخلي خدمته. قلت ليه في خاطري واش انت مسطي واخد ليا رزقي ومن الفوق باغي ترجعني؟ والله لا رجعت. شنو هو غندير راسي راجع ونعوج طريقي، ولكن ما غنمشيش كيف الاول مع السكه، حيت السكه كتسهل عليك الطريق وكتبقى غادي معاها غير هي. انا دابا بقيت غير بوحدي، وجات الوقت باش نستعمل ديك الخريطه اللي عطاني رشيد في تركيا. بقيت غادي بحال راجع وانا نشدها جريه وحده، وطلعت من واحد الجبل كاين في الجنب ديال السكه. خونا شافني وبقى كيغوت عليا باش نرجع، ولكن ما سمعتش ليه. واحد شويه كندور كيبان ليا تابعني. قلت ليه في خاطري باغي تحداني؟ ايوا طلع لعندك السوفل ديالي، ولا قدرتي تشدني غير شدني. شديتها طول وطلعت حتى للراس ديال الجبل. شويه تندور تيبان ليا خونا رجع وبقى لتحت حدا السكه. خليته وبقيت متبع ديك الخريطه، وبصراحه هاد المره منين بقيت بوحدي حسيت بشويه ديال التخوف، حيتاش ما كاينش اللي غيوجهني ولا يوريني، وخاصني ما ناخذ شي قرار تنضرب لي 1000 حساب. بقيت غادي وجبتها في داك الكامب الصغير مع 10 ديال الصباح. دخلت عندهم وريحوني في واحد البيرو، بداو عليا وي ار يو فروم. كنقول لهم مروكو. ريقلوا لي ديك الخرطيه وهزوني ديريكت لداك المعسكر الكبير اللي كاين في العاصمه ديال مونتينيغرو، وتماك تلاقيت من جديد برشيد والروكس. فاش شافوني فرحوا بزاف وعنقوني، وبصراحه انا فرحت ولفتهم بزاف وما بقيتش قادر نتفرق عليهم. قالوا لي كان صحابو غير غيديروا لك شي حاجه وغيرجعوك. قلت لهم ما تخافوش، خوكم راه عصبه وما غيتفاكش. بقينا تماك شي 10 ايام، كناكلو وكنشربو وكنعسو، وحتى التسركيل تنمشيو نتسركلو. ارتاحينا مزيان وجمعنا الطاقه. عاد قررنا نطلعو من مونتينيغرو لصربيا، وكل شي تيعرف باللي صربيا فيها الثلج والبرد وتيتعذبوا فيها المهاجرين. كيفاش غنمشيو للحدود باش ندخلوا لصربيا؟ قال لي رشيد راه ساهله، حنا دابا عندنا الخيرطيه
وغتسهل علينا نقطعوا التيكي باش نقربوا للحدود ونكملوا الطريق على رجلينا. وانا نقول لهم بلاتي الدراري، انا راه ما بقى عندي والو، كاع الفلوس اللي بقاو ليا خداهم ليا واحد البوليسي في الحدود ديال مونتينيغرو. قالوا لي ما تخافش، حنا غادي نصوفيوك. ما عليناش، داكشي اللي طرا قطعنا والغد ليه هزينا حوايجنا وقلعنا عاوتاني. ركبنا في الكار وحطنا في واحد البلاصه بعيده واحد شويه، وكان ولا بد خاصنا نكملوا على رجلينا كيف ديما باش ندخلوا لصربيا. قدرنا نديروا هاد الشي كامل والدخله ليها كانت ساهله، ما كاين لا بوليس لا والو. ما وقفناش وبقينا مكملين. كيف زدنا شويه وحنا نلقاو عاوتاني في طريقنا واحد المعسكر، هذا كان قريب بزاف للحدود ديال صربيا ودغيا وصلنا ليه. دخلنا لعندهم وسولونا فين تنسكنوا، وقلنا لهم باللي حنا عراقيين، حيت كون قلنا لهم مغاربه كون عيطوا لينا على البوليس. وهاد الهضره كان وصانا عليها رشيد، حيت على حساب ما عاود لينا في الطريق باللي في داك الكامب كاينين المغاربه بزاف ومستحودين عليه، وما كاين غير التبزنيز ولا دروغ والفانيد، والبوليس دائما مضاربين معاهم وداخلين عليهم. داكشي علاش ما خاصهمش يعرفونا باللي حنا مغاربه، حيت السمعه ديال المغرب خايبه بزاف في داك الكامب. مع العيا وديك الطريق اللي ضاربين ريحنا تماك شي 6 ايام، جمعنا فيها السوفل ديال بصح ورجعنا صحتنا، وبدينا تنفكروا في هنغاريا، اخر بلاد الا ضربناها صافي دخلنا لاوروبا. ولكن القضيه كانت صعيبه ديال بصح، حيت الحدود اللي ما بين صربيا وهنغاريا كتعتبر اخطر حدود كاينه ما بين دول البلقان. والواعره هي في هاد الحدود كاين واحد الشبيك طول ديالو تقريبا شي 5 متر، وكله من الفوق داير بداك السلك المدور والشوك، وإلا مشيتي تقربتي ليه غادي يضربك واحد الضوء اللي الفولت ديالو طالع ويقدر يسبب لك الموت ولا شي اعاقه. وما يمكنش تقطعو بوحدك بلا ما يكون معاك شي حراق اللي عنده تجربه ودايز من هادشي وعنده خطه اللي كيقطع بها داك الشبيك. بدينا كنقولوا كيفاش غنديرو، وهو يقول لنا رشيد باللي كاين واحد خونا قريب للحدود مسمين عليه التطواني كيقطع الدراري داك الشبيك بالسلالم. قلت ليه مزيان نمشيو عنده. قال لي ولكن راه كاين واحد المشكل. قلت ليه شنو هاد المشكل؟ قال لي راه خاصو يقطعنا 2 ديال الشبيكات، واحد كاين في الحدود ديال صربيا وكيف كتنقزو كاين واحد قدامه ديال هنغاريا بعيد عليه تقريبا غير بشي 4 متر، بحال قلتي شبيك مدوبل، وغادا تقام علينا التنقيزه ب500 اورو. كيف سمعت 500 اورو ما تيقتش، اواه كيف غندير ليها؟ الدراري راه عندهم رزقهم، اما انا راه ما بقى عندي والو. شفت فيهم وانا نقول لهم الدراري نتوما عارفين باللي انا فلوسي مشاو، كيف غندير تنقز؟ وهو يقول لي يا رشيد انا غنصوفيك في 150 اورو وانت حاول تشوف منين تدبر على راسك. نقز الروكس وقال لي تا انا غنعطيك 150، هي ولا 300 بقات لك 200. وهو ينقز واحد خونا كان في جنبنا وباين سمع كلشي، وهاد الدري كان واحد من البزنازه المغاربه اللي كاينين في داك المعسكر. قال لي انا غنعطيك 200 مقابل ديوني معاكم لعند هاد خونا اللي غادي يقطعكم. بقينا تنشوفو فيه وهو يقول ليه رشيد صافي مشات. جمعنا حوايجنا وبالليل خرجنا من تما حنا بربعة، بقينا غاديين تنتمشاو، وفي نفس الوقت كنسمعوا لداك الدري كيعاود لينا على حياته. وبصراحه حتى هو قصته ما يمكنش، باه قتل امو ومشى للحبس، وهو ولا عاطيها غير البليه والتبزنيز، وفي الاخر حتى هو مشى للحبس. ومنين خرج قرر باش يغبر من البلاد ويمشي يحرق،
ودابا 3 سنين وهو مقاتل باش يحرق، وبقى عاطيها غير للتبزنيز في تركيا والدول المجاوره باش يقدر يصرف على راسو ويعيش. بقينا تنسمعوا ليه، توصلنا لواحد البلاصه قريبه للحدود. قال لنا رشيد خاصنا نطلعوا مع هاد الجبل ضروري. قلنا ليه علاش؟ هالحدود فين خليناها؟ قال لنا غير تبعوني وسكتوا، ما فيا اللي نبقى نشرح ليكم، خليو تشوفوا بعينيكم كلشي. بقينا طالعين مع داك الجبل وتابعينه، توصلنا لواحد البلاصه كانوا فيها شي طوموبيلات خاسرين وشي بيوت ديال الخشب. ما فهمت والو، وليت مخلوع غير لا يخرجوا لينا شي وحدين من تما ويجريسيونا. قربت ليه وقلت ليه رشيد انت فين جبتينا صاحبي؟ وهو يبدا يعيط تطواني وتطواني. بالزربه خرجوا لينا شي دراري مغاربه هازين في يديهم السيوفه والمساطر. شافونا هما يقولوا لينا شكون نتوما؟ قال لهم رشيد حنا جايين كنقلبوا على التطواني باش يقطعنا الشبيك. وهو يخرج واحد خونا من موراهم وقال لهم خليهم الدراري يدوزوا. خواو لينا الطريق، سلم علينا وقال لنا صافي سيروا ارتاحوا تجي نوبتكم. ما كترش معنا الهضره ودخلنا لواحد من دوك البيوت ديال الخشب وحطينا حوايجنا ونعسنا ديك الليله. وانا نقول للروكس كيفاش خاصنا نتسناو نوبتنا؟ قال لي على كيسحاب لك غير بوحدك اللي غتنقز الشبيك. هاد المنطقه راه ما كيوصلوش ليها البوليس وصعيب يطلعوا ليها، داكشي علاش بزاف ديال الدراري كاينين هنا كيقطعوا الشبيك، وهاد التطواني واحد منهم. كيبداو يقطعوا الناس شويه بشويه كل ليله. قلت ليه يعني حتى حنا غيكونوا معنا الناس بزاف؟ قال لي تماما. اي والله يخرج هاد التنقيزه على خير. نعسنا ديك الليله، الغد لي فقنا كيبان ليه بصح بلي كاين بنادم بزاف. جمع من عند الدراري جداد الفلوس وتا حنا خدا من عندنا. كان كيدير الا بغيتي ينقزك غير شبيك واحد وتبقى مقاتل كتعطيه 300 اورو، وإلا بغيتي ينقز لك الشبيكات بجوج كتعطيه 500 اورو. وما حنا كنا بربعه حسب لينا كل شيء ب1000 اورو. المهم من بعد ما جمع من عندنا قال لينا باللي اليوم بالليل غيدوزنا. بقينا تماك حتى طاح الظلام وهزينا اللعيبات ديالنا وخرجنا تابعينه. بقينا تنتمشاو توصلنا لدوك الشبابك. مع كندور راسي كيبان ليا مورا ظهري تقريبا شي 40 واحد وكل شي باغي ينقص. جا خونا بالزربه جبد السلالم من واحد البلاصه وحط لينا واحد على الشبيك وواحد خليناه في الارض. طلع بنادم في الشبيك الاول وبدا كينقز، وكيف تحطو في الارض تعاوننا كاملين تهزينا داك السلوم تاني ولحنا عليهم باش يحطوه على الشبيك الثاني وينقزوا، وتا حنا منين نطلعوا نقزوا دغيا. بنادم جهل ولا كيزرب وكيطلع وباغي ينقز دغيا. كاين اللي كينقز كيطيح كيتهرس، كاين اللي كينوض وكيهرب. انا ما بقيتش تنفكر، وليت باغي غير نقز. بنادم تيتسابق وتيطلع وهي تجي نوبتنا. طلعنا بالزربه ونقزنا الاولاني، ومنين طلعنا في الثاني كيبانوا لينا الدوريات ديال البوليس جايين وكيطلقوا القرطاس في السماء باش يخلعوا زعما المهاجرين. كاين اللي تخلع ورجع وكاين اللي زعم ونقز. وحنا بطبيعه الحال ما كايناش شي حاجه عندنا سميتها غادي نرجعوا. نقزوا الدراري هما الاولين، وبقيت انا وداك خونا البزناز اللي تعامل معايا وعطاني 200 اورو باش نكمل الفلوس. يلا غادي ننقز، وانا نوحل ما بين دوك السلوكه ودوك الشوك، وتجرحات لي يديا كامله وبدا كيدوز لي الدم. ما فهمت والو، ومع الخلعه
ما فكرتش في دوك الضرابي، وبديت غير كنجر في يدي وفي رجليا حتى نقزت. طحت في الارض ويدي بداو كيحرقوني. وقفت ويلا غنهرب حتى كنسمع شي واحد في الدراري كيغوت بالجهد. مع غندور وجهي كيبان ليا عشيرينيت اللي بقى معايا طايح في الارض وتهرس من رجليه بقوه تنقيزه. ما قدرتش في ديك اللحظه نمشي عنده، ما عنديش بزاف ديال الوقت وقدامي جوج اختيارات خاصني نختار واحد فيهم، يا نهرب مع الدراري ونحاول نسلك راسي، يا نرجع عنده ونتشد انا وياه. وفي الحقيقه اختاريت الخيار الاول وهربت مع الدراري. بقينا كنجريو تقريبا شي 50 متر وحنا نوقفو. قال لينا رشيد الدراري خاصنا نتخباو من الاحسن وما نبقاوش غادين. قلت ليه علاش؟ راه كاينين البوليس كتار هنايا. قال لي ورا داكشي علاش، كاينين بزاف ديال البوليس وكاينين بزاف ديال الحراقه، وإلا بقينا غاديين معاهم راه غنكونوا معرضين راسنا للخطر ونتشدوا. من الاحسن نخلي بنادم يمشي وحنا نبقاو سامرين هنا تشد اللي تشد وتكالم القضيه. بقينا مخبين شي 20 دقيقه وتنسمعوا التصرفيق والقرطاس والغوات نايده روينه، وحتى الشوف ما كتشوفش مزيان مع الضبابه والظلام، كيبان لك غير الخيال وصافي. شوي وحنا نتمو غادين وتحركنا عاوتاني، وتماك كملات بدا كيطيح الثلج شويه بشويه تا ولا البرد ديال بصح. درجه البروده تما كاينه تحت الصفر، وبقوه البرد رجلي ويدي ما بقيتش كنحس بهم، بحال تقول ماشي ديالي. ولا جبدتي يدك من جيبك كيولي اللون ديالها بحال اللون ديال الموتى. ما علينا صبرنا، دوزنا عذاب اكثر من هذا. بقينا شادين الطريق تقريبا ديال يومين، كنعسو بنهار كيف ديما وكنمشيو بالليل، حتى وصلنا لواحد المحطه ديال التران سميتها ساتيماز. ديك المحطه ما خاص يشوفك فيها حتى شي واحد قبل ما تطلع للتران، حيتاش دايرين معاهم واحد القضيه. الا مشات شافك شي واحد وديكلارا باللي شاف حراق وجاو يقلبوا تما ولقاوك، كيعطيو زعما واحد القدر مالي كمكافأة ليه حيتاش تعاون مع البوليس. ولكن كاينه واحد الحاجه زوينه، الا طلعتي في شي تران من تما 100% غادي يحطك في شي دوله اوروبيه انت وزهرك فين تقدر تطيح. قبل ما ندخلوا لديك المحطه بدلنا حوايجنا ولبسنا وحدين زوينين ونقيين باش ما تبانش علينا حراقه. ومع الليل كان عندنا واحد لافونتاج، تما كاين واحد القانون، الا جيتي معطل ديك المحطه وما قطعتيش التيكي ديالك ولقيتي الكيشي ساد حتى كتطلع للتران عاد كتخلص فلوس التيكي. من بعد حنا ما بدلنا تمينا داخلين، بان لينا واحد البوليسي تدرجنا عليه في واحد البلاصه وبقينا غاديين مخبين. من الاحسن ما يشوفناش حيت يقدر يبغي الباسبور ولا شي حاجه باش يتاكد من الهويه ديالنا. ما عاد خبينا عليه وهو يجي التران، شفنا ومشينا ليه تنزربو. ما طلعنا ليه سولنا خونا على التيكي ديالنا بلونجلي، جاوبو الروكس وقال ليه راه المحطه ساده، وهو يقول لي عندك الحق، المجموع ديال 3 تيكيات هو 500 فوران. هنا كنا شويه وغنحصلو حيت حنا ما عندناش الفوران، عندنا غير الاورو. الفوران هي العمله ديالهم. جبد الروكس واحد البسطام وكان فيه بزاف ديال الاورو. خونا شاف دوك الفلوس قال هذا راه واقيلا لاباس عليه، وهو يقول لي حنا راه جينا توريست وعندنا غير الاورو. قال لي ماشي مشكل، خدا من عنده الفلوس ودبر عليه زعما الروكس وعطانا التيكيات ديالنا. ريحنا وشدنا الخلعه والفرحه كلشي مخلط. وصلنا للعاصمه ديال هنغاريا مع شي 7 ديال الصباح. هبطنا من تما ومشينا فطرنا، عاد قطعنا التيكي عاوتاني من تماك ديريكت للمحطه
ديال سلوفاكيا. وصلنا ليها وصافي فرحنا بزاف، حيت ما كاينش اللي غادي يرجعك ولا شي حاجه. تقدر تحصل وتضرب 30 يوم ديال الحبس عادي يطلقوك، ولكن نسبه هذا الاحتمال قليله، حيت صعيب يجيو عندك تما ويشكو فيك من وسط الناس كاملين، خصوصا وانت زوين وباينه فيك نقي ولابس مزيان. موراها قطعنا عاوتاني للنمسا بلا ما يطرى لينا شي مشكل، بلا حتى شي لعبه، كلشي تقاد ولا بخير. وكيف وصلنا للنمسا خرجنا من المحطه ومشينا قصينا الكباب عند واحد السوري، والله يخلف على العشران، هما اللي صوفوني من اللحظه اللي مشاو ليا فيها فلوسي. منين سالينا الماكله مشينا قصدنا البوليس وسلمنا ريوسنا. ومنين تتسلم راسك تيسولوك منين جيتي، شكون انت، شكون باك، كاع الاسئله اللي طيح لك على بالك تيسولوك. عاد كتقول لهم انت بغيت ندير اللجوء، كيقادوا لك شي لعيبات وكيبيتوك في الجيور عندهم ديك الليله، والغد ليه كيدوك للمعسكر ديالهم. هادشي اللي طبقنا حنا بالحرف، وهادشي هو اللي كيطبقوه كاع الحراقه اللي كيوصلوا لتما. ومنين داونا للمعسكر صافي تهنينا وارتاحينا، حيت كلشي كيولي حداك. سويسرا، طاليان، فرنسا، اي بلاد بغيتي تمشي ليها ديك الساعه تقدر تمشي ليها. التران كيتنقل بك عادي لاي بلاد. ريحت في داك الكامب واحد السيمانه، الماكله على حسابهم، الدوش على حسابهم، الحوايج تيعطيوهم ليك، وصدقت مدبر على تليفون ومعيط للدار. وما تخيلوش الاحساس ديالي فاش سمعت صوت الوالده. عيطت ليها وقالت لي الو امي. مع سمعت امي وهي تبدا تبكي وتقول لي فينك اولدي، فينك وشنو وقع لك، رحنا مخلوعين عليك بزاف وكان كيسحب لينا متي. قلت لها ما تخافيش امي، غير تهني من جيتي وقولي للوالد راني بخير، انا دابا راه في اوروبا والحمد لله وصلت وما خاصني والو. هنيتهم من جيتي عاد ارتاحيت مزيان. وفي داك الكامب كانت النقطه تاع الفراق مع الدراري، كل واحد والبلاد اللي باغي يطلع عليها، كله فين باغي يمشي يقلب على راسو ويحاول يقاد وريقاتو. تعانقنا وبصراحه ما ننساش خيرهم عليا، وما ننساش دوك الاحداث اللي دوزت معاهم. من بعد ما مشاو هما قررت انني نطلع لسويسرا، حيت سويسرا بلد الاغنياء ولا باس عليهم. جمعت حوايجي واحد الليله وهزيت شي فلوس كنت دبرت عليهم في الكامب ومشيت لسويسرا. ركبت عادي وكيف وصلت هبطت وتميت خارج في البلاصه تلقاو لي البوليس، ارى لينا الوراق. ما عنديش مشكل هادي، شدوني وما عارفش اشنو هو غادي يديروا ليا. داوني لواحد البوست وجاب الله عندي شويه ديال لونغلي، دويت معاهم وعرفوني باللي باصم في النمسا. عقلت فاش سلمت راسي مع الدراري البوليس، ورا منين سولونا على المعلومات الشخصيه ديالنا طبعوا لينا شي لعيبات ولينا تنتسماو باصمين في النمسا، بحال ولينا محسوبين عليهم. قالوا لي واش غتضرب حبس الاوراق ولا ترجع للنمسا؟ قلت لهم غنرجع للنمسا، حيت حبس الاوراق غتضرب الحبس عندهم عادي يرجعوك للنمسا، وهذا الاختيار كيعزلو غير اللي ما عارفش، حيت كيصحاب ليه غيدخل الحبس ويطلقوه يمشي يتسركل. رجعت للنمسا ورجعت لداك الكامب عاوتاني، وتلاقيت تما مع واحد الدري من اكادير الله يعمر ليه الدار. شافني محنسر وزيرو العاقه، قال لي الا بغيتي انا غادي للطاليان، تما كاينين بزاف ديال المغاربه، نقطع لك معايا ويلا دبر على راسك. قلت ليه نمشيو. داكشي اللي درنا، قطعنا للطاليان ومشينا لميلانو. خرجنا من المحطه وبقينا غادين، وداني لواحد الحي فيه غير العرب، وكان كيعرف شي دراري تما تعاملوا معانا، منهم مغاربه وجزائريه. بيتونا معاهم واحد اليومين وشافوا لينا واحد الخدمه ما كيطلبوش فيها الاوراق في واحد المحل ديال الساندويشات. وسبحان الله في المغرب كنت خدام في الساندويشات وجيت للطاليان خدمت فيهم، خدمت بخير وعادي،
وضربت معاه تقريبا شي 3 شهور. الخلاص كان 500 اورو. وقبل ما نتخلص تعاملوا معنا شي دراري خلونا بيتي كلشي تقاد. ووليت تنفكر كيفاش يمكن لي ندير الوريقات، حيت ما خاصنيش نبقى غير خدام وننسى انا على الجاي. سولت الدراري وكل شنو هو كيقول لك وكيخبر عليك. نسيت انا قاعد هاد الموضوع وقلت خليها في يد الله. بقيت خدام تدازت واحد العام، ولقيت خدمه واحده اخرى في واحد الريستو ب 1500 اورو للشهر. تحولت ليها وبقيت معاهم، وفي هاد المده تعلمت شويه ديال الطاليانيه ووليت تنفهم وتنهضر مع القوريات، وبعض المرات كدير مع شي وحده كنخرج معاها. جمعت شويه ديال الفلوس، واحد البركه اللي تقدر تصوفي بها راسك في المغرب ودير شي مشروع. اتصلت بالوالده وقلت لها باللي غنصيفط لك شي فلوس خبيهم ليا عندك. وانا درت هاد الشيء حيت واحد خونا كان حتى هو حراك جزائري طرا ليه مشكل وشدوه البوليس ولاو دايرين ليه حبس الاوراق، وفاش كتسالي المده غير رجعوه للبلاد. وانا خفت لي طرا ليا بحال هكا شي نهار. داكشي علاش قررت باش كاع الفلوس اللي عندي نبدا نصيفطهم للوالده باش تخبيهم ليا، وإلا سهل الله ودرت الوريقات راه غادي يبقاو ليهم وانا نخلفهم هنا. ما سهلش الله ورجعت راه غادي نرجع لبلادي ونلقى باش نهز راسي. هاد الخطه كانت غادا مزيان، وضربت 5 سنين تما كلها غير خدمه وتماره، من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار. وكاع الفلوس اللي كنشد كنصيفطهم للمغرب، كنخلي غير باش نصرف على راسي وباش نخلص الكرا، وكنحاول نتفادى البلايص اللي فيهم البوليس والحراقه بزاف. ومره ضروري تخرج تفوج. واحد النهار عرضوا عليا شي 20 كنت تنعرفهم ومعاهم داك الاكاديري. عرضوا عليا لواحد البواط نزهو فيها ونخلقوها. في الاول ما بغيتش حيت وليت باغي نشد الطريق ونحيد البساله، ولكن ما بغيتش نخسر ليهم خصوصا من نحكروا عليا. مشينا ديك الليله وكانوا معيطين حتى على شي دريات. مشيت معاهم وتلاقينا كاملين في ديك البواط، ضحكنا ونشطنا. وانا فاش كنت تنشطح لاحظت باللي واحد الدريه جات مع الدريات اللي عرضوا عليهم الدراري كتشوف فيا. استغليت الفرصه ودويت معاها، تعرفت عليها وعرفت باللي سميتها انيتا. وواحد شويه لقيت راسي كنعاود لها على حياتي وكل شيء. وتا هي عاودت ليا باللي باباها واحد الميكروب منه ما كان محرر عليهم العيشه في الدار ودائما كيسلخ امها. قلت لها ياك مانعي العنف وكيعاقبوا عليه، ولكن ما بغاوش يصيفطوه للحبس حيت عارفين باللي الشراب هو اللي مأثر عليه، وهو ما كانش في الاول بحال هكا. نصحتها باش تصبر حيت كيف ما كانت الوضعيه راه كيبقى باها. سالينا ديك الصواريه وخرجنا من تماك، وخديت نمرتها وبقيت تنتواصل معاها. كل نهار كندويو وعاودنا خرجنا، ولكن هاد المره غير بجوج. مشينا لواحد البارك وضحكنا ونشطنا، وبصراحه كنت كنرتاح ليها ووليت كنحس باللي راه كنبغيها. دازت شويه ديال الوقت وما بغيتش نبقى معاها في هاد العلاقه، وشي نهار نخوي بها ونمشي نتزوج بشي وحده اللي غتصاوب ليا الوريقات. داكشي علاش قررت انني صراحه خرجت لواحد الريستو باش نتعشاو. تعشينا وسالينا وقلت لها سمعيني يا انيتا مزيان، انا بغيت نقول لك شي هضره باش ما نتحاسبش عليها من هنا للقدام. انا محتاج شي وحده اللي تعاونني باش نقاد الاوراق ديالي ونبقى هنا في ايطاليا. الوضعيه ديالي في المغرب ما زويناش، وإلا رجعت غير غادي نتكرفص وما غاديش نتحمل الرجوع ديالي. داكشي علاش خاصني شي وحده اللي نتزوج بها، وانا ما بغيتش نبقى انا وياك في هذه العلاقه ونهار نلقى شي وحده اللي تقبل تتزوج بيا نخليك ونمشي. في ديك اللحظه قالت لي وعلاش ما تتزوجش بيا انايا؟ قلت لها واش بصح؟ قالت لي كندوي معاك، ومن هانيت انا نعيش مع الشخص اللي كنبغي. فرحت بزاف وداكشي اللي درنا، سولنا على الوراق وكاع المسائل اللي غنحتاجو وجمعناهم، وحتى الدار صيفطوا لي الوراق ديالي وتزوجنا. ديك الساعه صافي وليت تنشوف باللي الحياه بدات كتضحك ليا ديال بصح. بقينا عايشين مع بعضياتنا وكلشي تنديروه بجوج، وتا هي كانت خدامه ومعاوناني على المصروف. ضربات واحد 4 سنين والمجموع كان هو 9 سنين ديال الغربه. عاد جا الوقت اللي غيخرجوا ليا فيه الوراق. عرفتوا فاش شديتهم اول حاجه طاحت ليا في بالي هي المغرب، نرجع نشوف دارنا حيت توحشوني وتوحشتهم بزاف. وداك الشيء اللي درت، قطعت التيكي ديال اول طياره غاديه للمغرب ليا والانيتا ومشينا.
وما تخيلوش الفرحه ديال الوالديه فاش شافوني. عاد رجعت لهم الضحكه لوجههم، كل شيء تقاد، وتحولت من داك البرهوش اللي كان غيخرج على راسو لواحد الانسان اللي ولا عنده فكر زوين وثقافه جديده. وليت في البرد كنخدم على راسي تما، وفي الصيف كنجي للمغرب نشوف والدي وندوز معاهم ديك شهرين. ودوك الفلوس اللي كنت دويت لكم عليهم وكنت كنصيفطهم للدار بقاو ليهم وداروا بهم واحد المشروع اللي قابلوه خواتاتي وكيترزقوا منه على الله ومعايشين به والديا. ودابا راني عايش بحال شي مالك، كل شي عندي واللي بغيتها كنحضرها وعايش الحياة السعيدة. كنتمنى تكونوا خديتوا العبرة من هاد القصة واستفدتوا منها. دابا غتكون القصة ديالنا سالات، نتمنى تكون عجباتكم. ما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ديالكم، كنبغيكم كاملين. وتهلاو، نتلاقاو في قصة جديدة.